النادي الاهلي بيخسر من اورلاندو على ارضه وفي وسط جمهوره، ما تستغربش. عادي عادي وعدي الدنيا. مفيش اداره هتحاسب، مفيش لاعب بعد المباراه دي هيتخصم له، مفيش لاعب هيتشد. تعالى انت مش في مستواك، انزل على الناشئين. حسين الشحات اللي مش عارف يعمل باصتين في نص الملعب، جبت جول على عيني وعلى راسي. مش عارف يعمل باصتين في نص الملعب، رايح بهجمه مرتده تتحول علينا مرتده من حسين الشحات، وعادي. السؤال هنا مين عبيط زي كان قاعد مستني الاهلي يجيب جول في الدقيقه 90؟ مين كان مستني الاهلي يسجل؟ فين روح الاهلي؟ فين روح الاهلي لما الاهلي بيبقى خسران؟ بتلاقي من الدقيقه 85 بالظبط خلاص بقى لحظه هياج للفريق الاحمر للنادي الاهلي. شفت طور هياج في عنبر السبع؟ هو ده اللي كنا بنشوفه للنادي الاهلي، هو ده اللي كان بيحصل لما كنا بنبقى خسرانين او متعادلين ومحتاجين نكسب. انت محتاج تسجل هدف، كنا بنشوف خلاص هياج، لحظه هياج في الملعب. مفيش روح، مفيش اداء، مفيش لعيبه، مفيش اداره، مفيش حد بيحاسب. ما تتكلمش على الماتش. اي حد طالع يناقشك ففنيات تف في وش امه واقف التلفزيون ما تتكلمش. فنيات ايه؟ فنيات فين؟ فين الفنيات؟ طب فين قلبين الدفاع اللي عندي؟ ملط، مفيش. طب فين الباك رايت بتاعي؟ خالد عبد الفتاح قاعد في الاهلي لحد دلوقتي. عدي الدنيا بقى. ناحيه الشمال مفيش. كوكا وشويه دبيس، شويه يحيى يرجع وشويه مش ادينا بنمشي الدنيا اهي ماشيه. نص الملعب ملط وعلى الله حكايته. مفيش وينجات، مفيش غير اسامه ابو علي النقطه المضيئه اللي بتحاول، وامام عاشور زي ما قلت لك شويه هتلاقيه فوق شويه هتلاقيه تحت. حسين الشحات ينزل بديل. انت مستني حسين يعمل حاجه؟ بجد انت مستني حسين يعمل حاجه؟ حسين كارثه، اداؤه كارثه، ناسي الكوره، بيعمل اخطاء في نص الملعب كارثيه. مرتين حول الكوره من مرتده للاهلي، مرتده على الاهلي. فهزيمه متوقعه، هزيمه تستحقها الاداره، وهنفضل نقولها. 18 يناير النهارده ولا صفقه جوه الاهلي. 18 يناير ما اعلنتوش حتى عن ناشئ، على راي رضا عبد العال من سلسل الليالي، ما اعلنتوش حتى على اي حاجه. 18 يناير والفريق بيعاني، وبتدور تمشي اكرم وتدور تمشي مش عارف مين، مشي مين وكهربا، وبتدور تفضي الفرق اكتر. 18 يناير وانت ما عندكش لا دين ولا ضمير ولا في اجنبي يسند الفرقه. 18 يناير وانت مش قادر تتم صفقه تهدي بيها الجمهور، صفقه تليق باسم الاهلي. 18 يناير وكلمه الجمهور مش فارقه معاكم. محتاجين صفقات، محتاجين تدعيمات، ود من طين وود من العجين، مش فارق معاكم. طب عاقب اللعيبه دي تستاهل تتعاقب. مفيش. هتعاقب مين؟ كابتن محمد رمضان اللي بيلبس البنطلون بكيس، كابتن محمد زماره نمبر 1. هتعاقب مين؟ هتكلم مين؟ هتطلع تكلم مين؟ انت هتطلع تكلم مين؟ قول لي كده، هتطلع خلي كابتن الفرقه مش سالك للباس، وانت هتطلع تكلم مين؟ محمد الشناوي قاعد دكه اللي هو عصر على نفسه نمونه. كل مره مصاب، طب المره دي انا مش مصاب فهقعد اجباري. مفيهاش حل، مفيهاش حل خلاص. كولر ما تلومش عليه، كولر هتقول لي خرب التبديلات، ما تلومش عليه. اوعى يالا تلوم عليه. معاه لعيبه، معاه حلول، معاه فريق. لا خلاص يبقى حط جزمه في بقك. لوم على الاداره وعلى اللعيبه اللي موجوده الكبيره في الفرقه. غير كده ما تلومش. هزيمه متوقعه، هزيمه بطموح الاداره. خلاص هو انت عايز كده، عايز تكسب ماتش. ما قلت لك مش معنى ان انت كسبت الجونه ومعنى ان انت كسبت استاد بتجان وكسبت سموحه خلاص انت حلو. انت خرا. للاسف احنا زي الزفت، احنا ملط، احنا محتاجين فريق كوره جديد. اللعيبه اللي شبعت غوار ميتين ابواب في 60 داهيه. حسين الشحات غور في داهيه، كهربا ماشي غير في داهيه، تو مشي نظف الفرقه، الشناوي مشيه، رامي ربيعه اللي زي الزفت مشيه، ياسر ابراهيم اللي ملط مشيه، خالد عبد الفتاح همشيه، ندفت حوار ام الاهلي همشيه، عمرو السوليه اللي مش قادر يجري امشي واجيب لعيبه، اجيب صفقات. انت لا عارف تتم صفقه اجنبيه ولا صفقه محليه. دي فضيحه، دي فضيحه. سكاوتنج ايه يا عالم يا كفره، يا عالم يا اللي ما عندكوش لا دين ولا ضمير، يا بتوع السكاوتنج يا بتوع العمولات والسمسره. هو الواد القندوسي كركب الدنيا خلاص، هو
فضحكوا وكشفكوا يا بتوع العمولات والسمسره والصفقات الطفش. عمولات وسمسره وصفقات طفش. طب اعمل عمولات واعمل سمسره وهات لي صفقه محترمه. لا، هجيب لك صفقه طفش. اذا كان بيرسي تو ولا موديست ولا برونو سافيو ولا جيرالدو ولا ميكيسوني ولا اي حاجه، اي زرط والجمهور هيفرح وهيسكت. هزيمه تستحقوها مفيهاش كلام. انت فاكر ان انت اورلاندو كمان يعني مش هنقول اورلاندو فنيا عالي قوي او كورته جميله قوي، هو عارف ان انت فريق مهلهل نظم دفاعه كويس وخلاص بقى بيلعبك على المرتد. سرعات هو مميز، مهاريا هو مميز، بيخلص قدام الجمهور احسن منك ما فيهاش كلام. في النهايه هزيمه مستحقه للنادي الاهلي، هزيمه مستحقه لمجلس اداره النادي الاهلي واللاعيبه الشوات العلوق اللي عندك. ما تطمحش اكتر من كده. هتقابل مين في ربع النهائي؟ سلمها لله، سلمها لله. بعد كده ندور بقى نشوف هنقابل مين وهنعمل ايه. معاك 12 يوم، 12 يوم المفروض بقى ان انت 12 يوم تجيب لي 7 8 صفقات. هنعملهم ازاي؟ العلم عند الله. سلام.